بعد يوم طويل ولف كتير لينا انا واسلام في وسط البلد، كنا خلاص فصلنا وهنموت من الجوع. لمحنا بقى الفراخ دي وهي بتلف كده على الشوايه، والريحه كانت تجنن. كنت حاسه ان انا عايزه اكل الفراخ دي كلها حالا. الشوايه دي بقى كانت في مطعم اسمه شاكر باشا، ولانهم عاملين عروض خطيره فطلبنا الاكل ده كله. انا هاكل الاكل ده كله عادي جدا من غير تأنيب ضمير، علشان انا الفتره دي باكل الاتنين. جبنا بقى فرخه مشويه من اللي كانت بتلف على الشوايه دي، وبينزل معاها رز وبطاطس وتوميه ومخلل. وبصوا الفراخ كانت دايبه وطريه كده، والعظم بيطلع منها بكل سهوله. وكانوا عاملين عروض على الربع والنص والفرخه الكامله بتبتدي من 90 جنيه. ولقيتهم عاملين عرض على الفراخ البروست، فقلت اجرب. وبينزل معاها برده بطاطس وتوميه ومخلل وكولسلو وعيش. وانا قلت مش هلاقي احلى من الفراخ المشويه، بس لا البروست كانت في ليفل اعلى، مقرمشه كده من بره والفراخ طريه قوي من جوه، واصلا الفراخ عندهم حجمها كبير. وختمتها بقى بواحده بيتزا كده صغنونه علشان ما تقلش في الاكل. وانا عرفت بقى كمان ان شاكر باشا عندهم كذا فرع وبيوصلوا دليفري، فشكلي بقى الفتره الجايه هطلب منهم كتير علشان كل شويه بيعملوا عروض اجمد من اللي قبلها.